فيديو النهارده بنتكلم عن حاجة شفناها كتير في الأفلام، أفلام قديمة أو أفلام جديدة، وهي آلة الزمن. آلة الزمن دي كانت بتظهر عبارة عن حاجة جهاز بتقعد فيه، أو عربية ظهرت في أفلام عن إنها عربية. المهم أنت بتركب فيها أو بتقعد فيها وبتظبط التاريخ اللي أنت عايز تسافر ليه، إذا كان في الماضي أو في المستقبل، وبتدوس على زرار معين بتروح المكان اللي أنت عايز تروحه، إذا كان في الماضي زي ما قلنا أو في المستقبل، وشفناها كتير في الأفلام. طب تخيل بقى إن آلة الزمن دي موجودة في الحقيقة. زي ما بقول لك كده، في واحد اسمه اندرو باسياجو. اندرو باسياجو ده كان مرشح الرئاسه الامريكيه هو وباراك اوباما. اندرو باسياجو ده طلع يتكلم وجاب اثباتات وجاب كلام وصور وفيديوهات ان هو سافر عن طريق آلة وسافر للزمن للماضي والمستقبل، بس بدون ان هو يلمس حاجه او يغير حاجه. بس بيعمل ايه؟ بياخد نوتس كده، بياخد معلومات عن الماضي وعن المستقبل وبيرجع تاني. اللي جاب الكلام ده وجاب الصور ده دكتور محمود صلاح في برنامج معين على التلفزيون، وقال ان الراجل ده الجهاز اللي هو استخدمه كان من اختراع نيكولا تسلا. نيكولا تسلا ده يا جماعه يعني وراه حاجات كتير جدا، وعمل اكتر من 40 50 60 100 جهاز، اجهزه غريبه واتكتم عنها. والراجل ده لما مات خدوا كل المعلومات دي وشالوها. ومن ضمن الاجهزه دي اجهزه اللي بتعمل الزلازل والبراكين واللي بتغير الجو الامطار، ومنهم الجهاز اللي بيتكلم عليه ده اللي هو سافر عن طريقه اندرو باسياجو هو باراك اوباما، جهاز آلة الزمن. دكتور محمود صلاح اتكلم في حاجات كتير وقال ان هو معاه معلومات وصور وفيديوهات ان الراجل ده فعلا سافر، والراجل ده فعلا كاتب كلام عن الماضي وعن المستقبل، كلام غريب جدا. انتوا بقى ايه رايكم في الموضوع ده؟ كل يوم بيطلع معلومه جديده وكل يوم بنتكلم وبنسمع حاجه غريبه. ليه كل ده بيطلع دلوقتي؟ في كتير جاي. تابعني انت بس، وما تنساش الاشتراك في القناه واللايك والشير، وادعمني، واللي جاي احلى وغريب. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.